كي يقولوا لك في الدار ديري لنا تحليه بنينه وفي نفس الوقت اقتصاديه، ديري لهم هذه التحليه بالفريزه، بزاف بزاف بنينه وشابه، سورتو كي رانا في وقت لافريز. جربي الوصفه ورجعي لي بالخبر. جبت هنايا كميه من الفراوله، قطعتها الى قطع صغيره كما راكم تشوفوا. هنايا استعملت كميه قليله من الفراوله، حوالي 10 حبات. بعد ما قطعتها كامل فرغتها في كؤوس تقديم بهذا الشكل. دوكا ندوز يعني باش نحضر هذاك لو سيرو اللي راح يشد لافريز اللي درتها كطبقه اولى. دونك هنايا في كاسرونه درت كاس ونص ماء، الكاس تاع 240 مليلتر. زدت على هذاك الماء 50 غرام من الفلون بذوق الفراوله. هنايا 50 غرام ما يعادل 2 ملاعق كبيره. وزدت ايضا ملعقه كبيره سكر. خلطت كلش بارد في بارد، من بعد حطيت الكاسرونه فوق النار حتى وين بدات تغلي وطفيت عليها. وكما راكم تشوفوا فرغتها فوق الفريزه حتى غطيتها كامل بهذه الطريقه. من بعد دخلت لي فيغين للثلاجه باش تبرد هذيك الطبقه الاولى وتنشف مليح. نجوز دوكا للطبقه الثانيه. وهنايا كملاحظه كي تبداو في هذه الطبقه الثانيه لازم تكون هذيك الطبقه الاولى ديجا نشفت. دونك كيما راكم تشوفوا قست الكميه اللي بقات لي تاع السيرو وهي كاس معمر كيما راكم تشوفوا. دونك هذاك الكاس درته في كاسرونه، زدت عليه 2 كيسان حليب سائل مع 50 غرام فلون بذوق الفراوله، ملعقه كبيره مايزينا وملعقه كبيره سكر. خلطهم جيدا بارد في بارد، من بعد حطيت الكاسرونه فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين ثقل الخليط. جبت لي فيغين تاعي وفرغت عليهم هذه الكريمه كطبقه ثانيه بهذه الطريقه. وعاودت دخلتهم للثلاجه باش تنشف مليح هذه الطبقه ثانيه. الكميه اللي بقات لي تاع الكريمه درتها في الثلاجه باش تبرد مليح، باش من بعد نطلع بها لا كريم شونتيي. هنايا بعد ما بردت مليح زدت عليها 2 ملاعق كبيره من بودره الشونتيي وطلعتها بالباتور كيما راكم تشوفوا. درتها في اون بوش ادوي وزينت بها لي فيغين بهذه الطريقه. وهذه هي النتيجه، تحليه بزاف شابه وسهله في التحضير. الطبقه تاعها شابين والذوق بزاف بنين. بكميه قليله من الفراوله ديري تحليه تفرحي بها كامل العائله. جربي هذه الوصفه اكيد راح تعجبك. تلقاو ان شاء الله في وصفه جديده. الى اللقاء.